السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض كفتة الفراخ او كباب الفراخ في الطاسة. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله. هتاكلي احلى واجمل والذ كفتة فراخ في الطاسة بدون فرن وكمان بدون فحم. اهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض. هنجيب بولة وهننزل كده ب700 جرام من صدور الفراخ وكمان اوراق الفراخ، احنا فرمينها فرمة ناعمة. طبعًا مش متوفر عندِك وراك، ممكن تضيفي بس أو تستخدمي صدور، بس الوراك طبعًا بتدّي طراوة كده وكمان بتدّي طعم جميل جدًا للكفتة. معايا كده بصلة مفرومة ناعم وكمان حبّة من الفلفل الأحمر مفروم ناعم. صفّيت المَيّة بتاعتهم وهنستخدمها كده في تصبيع الكفتة. معايا كده فصين توم مفرومين وكمان البهارات بتاعتي. المقادير هتلاقيها مكتوبة في صندوق الوصف. وصفة سهلة جدًا، مش هنتعب نفسنا كده في الفحم ولا كمان مش هنشويها. معايا كده حزمة من البقدونس واخدة الورق بتاعها وكمان مفرومة فرم ناعم. كيس من الفيجيتار بيمتص طبعًا السوائل اللي في الفراخ وكمان بيدّي طعم وريحة جميلة جدًا. هنبدأ كده نعجن الكفتة كويس جدًا علشان نخلّي فيها الأنسجة كده ظاهرة معانا، وكمان بتكون بندخّل كده التوابل والبهارات كلها مع بعض كده. ممكن كمان تاخديها كده على الكبة وتفرميها فرمتين، بس احنا كده هنعجنها بايدينا. تفضلي كده تعجني لمدة دقيقتين 3. كل ما بتعجنيها كل ما بتديكي نتيجة كويسة جدا في الآخر. جربي الوصفة وإن شاء الله هتعجبكم. بتبدأي طبعا بتعجنيها كويس. كل ما بتعجني كل ما بتاخدي نتيجة كويسة، وكمان هي كده جاهزة معايا. هاخد قطعة كده وهشوفها، لو احتاجت مني فيجيتار ممكن تزوديها معلقة أو معلقتين. بس هي ما شاء الله العجينة جميلة جدا معايا. هي كده طرية وجميلة معايا، خلاص هي بتتصبع معايا كويس جدا. هي كده جاهزة. هجيب كده عودين من عيدان الشيش طاووق وكمان لزقتهم كده بلزق، وهنبدأ كده نصبع مع بعض الكفتة. طريقتها سهلة جدا. هصبعها كده كفتة تطلع معاكي صغيرة وجميلة جدا. طبعا دي مية البصلة ومية الفلفل. ضفت عليهم رشة ملح ورشة من الفلفل الأسود وكمان معلقتين كبار من الزيت. هنبدأ كده نصبع مع بعض الكفتة. حجم الكفتة طبعا على حسب رغبتك، بس هنا الوصفة ان انتي بتصغري حجم صوبع الكفتة بيطلع معاكي شكله جميل جدا. بتضغطي كده من الجنبين وبتسويه. وهنبدأ كده في الآخر بندهن ايدينا دهنة كده من السائل اللي احنا عاملينه، وكمان بيدي معانا لون وريحة، وبتاخدي منه أحلى لون في تحمير الكفتة. إن شاء الله الوصفة تعجبكم. مش هنشويها على الفحم وكمان مش هندخلها كده الفرن. في الطاسة هنحمرها مع بعض. طبعا لو متوفر عندك لية خروف أو حتة دهنة، مش متوفر خلاص معلقة من الزيت أو معلقتين من الزيت ومعلقة من السمنة. بناخد كده قطعة وكمان على الشيش طاووق على العيدان. بنبدأ كده نصبحها بإيدينا كويس. بتبدأي بتسويها كويس من الجنبين عشان واحنا بنحمرها متفكش مننا طبعا. وصفة سهلة جدا وبسيطة، جربيها وإن شاء الله هتعجبكم. هنبدأ كده طبعا هنصبح كمان صباع، وعشان وقت الفيديو هنخلص الكمية وكمان هنرجع مع بعض تاني. بتصبعيها واخر ما بتشديها بتبدأي كده بتدهنيها دهنة كده من السائل. دي كمان طريقة ممكن تصبعي صبع كبير وتقسميه على اتنين.
خلصنا الكمية، وكمان هندخلها كده الفريزر مع بعض، هتتشمع معانا لمدة 10 دقايق عشان ما تفكش مننا في الزيت. يلا بينا هنروح نحمرها كده مع بعض في طاسة كده على النار. انا كده خرجتها من الفريزر متشمعة معايا ولونها جميل. هبدأ كده احط طبعا قطعة ملية الخروف، متوفرة عندك مش متوفرة خلاص ممكن معلقتين من السمنة ومعلقتين من الزيت، وطبعا على نار متوسطة. ببدأ كده طبعا بضيف الكفتة بالراحة، ما تعليش النار عشان هتاخد منك لون بسرعة ومش هتكون مستوية طبعا. اول ما تتشمع معايا من تحت وبتاخد لون، هبدأ كده بالشوكة بالراحة خالص، ببدأ كده بقلبها طبعا. وصفة سهلة جدا وبسيطة، جربيها وان شاء الله هتعجبكم. بتبدأي كده بتقلبيها على الجنبين وبتاخد اللون الذهبي الجميل معايا، ريحة وطعم جميل جدا. اخدت اللون الجميل. كمان السائل اللي احنا مستخدمينه، البصل مع الزيت مع مية الفلفل مدية كمان لون جميل جدا في الكفتة. هبدأ كده طبعا اشيل الكمية اللي احنا حاطينها، وهنبدأ كده ننزل بالكمية التانية. ما شاء الله 700 جرام عملت معايا كمية جميلة خالص من الكفتة. بدأت كده انزل بالكمية التانية عشان وقت الفيديو هنحمرهم وهنرجع كده نقدم مع بعض. نزلت كده بكمية الكفتة، يلا بينا هنقدمها كده مع بعض. ده شكلها النهائي ما شاء الله. كمية جميلة جدا من 700 جرام. ممكن كمان تستخدمي 500 جرام او صدر فرخة، ممكن تجربيه طرية وكمان متماسكة مش فكة معايا. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. في رعاية الله.